آخر التطورات فيما يتعلق بالحريق الضخم اللي وقع في منطقة المنزلة في الدقهلية، وهنعرف تفاصيل أكتر عن الآثار أو الإصابات التي وقعت أو ترتبت على نشوب هذا الحريق الضخم. معنا هاتفيا سيادة اللواء سامي الميهي مدير أمن الدقهلية. سيادة اللواء مساء الخير. مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك، وعايزين حضرتك تطمنا يعني والساده المشاهدين بيتابعونا ويعرفوا من حضرتك اكتر حقيقه الاوضاع الان في منطقه المنزله، والى اي مدى تمت السيطره على هذا الحريق وكيف تم التعامل معه، وايضا مزيد من التفاصيل توجه لحضرتك ايضا تساؤلات حولها لمعرفه كل ما نتج عن هذا الحريق الضخم من اصابات او تلفيات. طبعا هو سعادتك هو كان الحريق نشب في كشك بقالة نتيجة ماس كهربائي، وامتد ل 72 كشك خشبي ملاصقين، كل الأكشاك ملاصقة وفيها ملابس وفيها مواد بلاستيكية، أدوات بلاستيكية يعني. فطبعا ده كان بيساعد على سرعة اشتعال الأكشاك وسرعة انتقال النيران. والحمد لله تم دفع 10 سيارات. كنا بالليل يعني كنا تقريبا الساعة 1 بالليل تقريبا. نعم. 1 ونص دفعنا 10. 1 بالليل ده وقت اول يعني ابلاغ للاجهزه المعنيه واول تحرك لها للتعامل مع الحريق. ايوه يا فندم. دفعنا 10 عربيات اطفاء من المراكز المجاوره على طول، والحمد لله تم التعامل مع الحريق والسيطره عليه. طبعا هو في 17 شخص جالهم اختناق ودخلوا المستشفى وخرجوا. في واحد ال 18 ده كان نط من بيت، خاف من لما شاف منظر النيران وبتاع، نط من البيت من الدور الثاني، وده في المستشفى تحت الملاحظه عشان يشوفوا اذا كان في كسور او حاجه ويتلقى العلاج. يعني حضرتك بتؤكد اجمالي عدد المصابين هو 18 مصاب اللي حضرتك ذكرتهم الان، لم توجد او لم يتم الاعلان عن اي اصابات اخرى بخلاف ال 18 حاله؟ لا وما فيش اي وفيات الحمد لله. والحالات الى اي مدى حضرتك اكيد الاجهزه التابعه لوزاره الداخليه بتتابع ايضا مع المسؤولين في وزاره الصحه والمستشفيات اللي تلقت؟ جميعهم خرجوا يا فندم. جميعهم خرجوا، ما فيش حالات خطيره او ما فيش حالات تستدعي؟ لا خرجوا. الدليل على انه يعني المستشفى ما بيسيبش حد يخرج الا اذا كان حالته يعني حالته مطمئنه. طيب والتلفيات يعني الارقام الموجوده امامنا سياده اللواء بتقول ان التلفيات اصابت او وصلت الى 72 محل، هل الرقم ده دقيق؟ صح يا فندم صح. طيب عايزين نعرف لو سمحت. نعم. هو مش هو اكشاك خشبيه. نعم. يعني ده ينبئ بامكانيه التعامل معاها او اعاده ترميمها وتجهيزها سريعا لانها مش منشات ضخمه حسب تاكيدات حضرتك. ايوه يا فندم. طيب هنعرف اكتر تفاصيل من حضرتك اذا كانت هناك اي تطورات، لكن حضرتك بتطمئن الساده المشاهدين انه تم التعامل مع الامر بشكل جيد وهو تحت السيطره تماما الان. الحمد لله. نشكر حضرتك لهذه المتابعه سياده اللواء سامي الميهي مدير امن الدقهليه، شكرا جزيلا لك.